مساء الخير عليكم. كما قال الشاعر، رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. طب انت سألت نفسك في مرة ايه هي التفاصيل؟ سألت نفسك في مرة هي الجملة دي صحيحة ولا لأ؟ لو انت ما سافرتش بره مصر، ما روحتش شرقية، سوهاج، أسيوط، منوفية، تعال اقول لك، اتكلم بجد. لو انت ما سافرتش بره مصر، رحت دول الخليج، رحت المغرب العربي، جزائر، المغرب العربي اللي هو شامل الجزائر وتونس ورحت ليبيا، رحت اي مكان بره مصر، مش هنذكر الدول الاجنبيه والدول العربيه، الدول الاجنبيه والدول امريكا وامريكا اللاتينيه وما شابه ذلك يعني، لان دول وضعهم مختلف شويه. يمكن في بعض الجاليات الاسلاميه المصريه بتعمل بعض الشو كده شويه، ولكن الموضوع مختلف. فخلينا في الدول العربيه الاسلاميه. عايز اقول لك قبل ما ابدا، بس في دولتين هم فيهم نفس الروح والحماس والجمال بتاع شارع وجو رمضان في مصر. كان زمان، واعتقد ما زالوا دلوقتي، هقولهم لك في اخر الفيديو. ولكن فعلا رمضان في مصر حاجة تانية. ليه؟ الزحمة. عايز اقول لك الزحمة في كل حاجة، الزحمة في الشوارع، التحضيرات اللي قبل رمضان للزحمة. التحضيرات دي مش ان انا انزل السوبر ماركت او السوق اشتري حاجات وبتاع، مش بس هنا، في كل العالم بيعملوا كده. العالم الاسلامي بيشتروا ويبضعوا قبلها ولكن انت ممكن تنزل اماكن في بعض الدول يعني تلاقي زحمة بس عادية، ما تحسش رمضان زحمة، في روح، في الناس بتتجمع كده، تحس انت ماشي في وشوش الناس شايف فرحة رمضان وشير رمضان. بت بت بتلاقي مثلا التحضيرات بتاعت الشوارع. زمان قوي الموضوع ده ابتدى ينقرض شوية. التحضيرات بتاعت قبل رمضان، الزينة والحاجات تتعلق في الشوارع واللمض والإضاءة والتجميع، والناس تتجمع بعد صلاة التراويح تلعب كورة يعني جو كان انت ما تلوش. دي تحضيرات قبل رمضان. طب تحضيرات رمضان بقى، تبص انت ما تشوفش في العالم كله زحمه مثلا على عربيه تورشي كده يعني جامده كده، بص اللي هي طوابير في كل حته. فتلاقي عربيه تورشي مميز كده عليه طوابير قبل الفطار. تلاقي بتاع الرصوص والتمر الهندي يعني المميز المشهور عليه طوابير. زحمه. تمشي بعد السحور بقى عربيه الفول اللي هي يعني ضرب نار عربيه الفول، ويعني لا تلحق لا ما تلحقش. ومطاعم المشهوره كده الطعميه تطلع سخنه، وجو كده مش طبيعي لغايه الفجر كده. تلاقي بقى المناطق الشعبيه، طبعا الكلام ده على كل المناطق على فكره، حتى المطاعم الراقيه والمطاعم الشعبيه الراقيه وفي الاماكن الراقيه هي برضو زحمه. بتلاقي قبل السحور الناس واقفه بالعربيات، وده بيسوي في زحمه. يعني احنا مصر تتميز بالزحمه، مش في الاماكن الشعبيه بس، الاماكن الشعبيه والاماكن الراقيه. فتلاقي المطاعم مشهوره تلاقي عليها الطعميه تطلع سخنه عشان الناس تاكل سريعا. الزبادي، محلات الزبادي، انت الالبان، انت زمان كان بيعدي الراجل بتاع الزبادي الفخار كان ممتاز. دلوقتي عايز اقول لك بقى اوبشن، يعني زبادي الفخار ده بقى اوبشن غالي في المحلات القويه ان هو يعمل زبادي فخار. ده كان راجل بيعدي بعجله زمان يوزع ويديك، يجيلك تاني يوم يديك وياخد الفارغ وزبادي كان زبادي، يعني زبادي الفخار دوت كان عليه طلب. المسحراتي ده عمرك ما تشوفه في اي دولة، يعني حاجة ممكن احنا بعض التقاليد الكتيرة في تركيا، بس هي تركيا الحاجات دي انعدمت من زمان. يعني احنا عشان اختلاطنا بالدولة العثمانية زمان وتركيا، والدولة الحديثة عندنا محمد علي، خدنا حاجات كتير قوي من طباع وتقاليد الشارع التركي، ولكن دي انعدمت. في مصر موجوده، في مصر في الروح اللي بقول لك عليها، في روح الصحاب وهم بيندوا على بعض وينزلوا يقفوا شويه قبل الفطار، يروحوا يصلوا يرجعوا. طبعا انا مش مجمل قوي يعني، هخش لك على الخناقات دلوقتي بس واحده واحده يعني. فالروح دي انت مش هتشوفها في اي بلد، يعني الزحمه، الروح زي ما بقول لك. يعني انا كان عمي زمان عنده مطعم الف رحمه ونور عليه، فكان اول ما نخترع الفينو، في الطعميه في فينو بالسلطه او بتنجان كده بالليل بعد السحور، عايز اقول لك كان بيبقى عليه ضرب نار. يعني احنا كنا بنقف وتشوف ده بيتريق وده بيهزر وده بيضحك وده مش عارف ايه، وزحمه قدام المطعم بشكل مش طبيعي.
فده كان جو يعني عالمي. يعني انت انا بقول لك تجميع كده الناس بعد الشوارع، فتلاقي الناس الكبيره قاعده بعد صلاه التراويح بالليل، والشباب بتلعب كوره حواليهم، وده بيجري وده بيفرقع بومب، والعيال بتلعب صواريخ والصواريخ والبومب اللي ما لعبش بسلك الالمونيا ده، سلك اللي بينضفوا بيه المواعين ويعملوا بيه نار، وعيال اتحرقت وعيال اتشوهت وعيال شعرها باظ. يعني غير بقى، تعالى بقى للاهم بقى، الخناقات بقى، تلاقي بقى الناس كلها ضيقه بقى، اللهم اني صايم، يقول لك اللهم اني صايم، واقفين على النواصي ولا راكبين المواصلات ويتخانقوا لا، الجميل بقى مش الخناقه، الجميل ان طبعا الخناقه ما يصحش يعني، بس الجميل في الموضوع الناس اللي حواليهم اللي بتبرر، يا جماعه خلاص انتوا صايمين، رمضان كريم، رمضان مبارك، هوب تلاقي الموضوع في دقيقه اتفض وخلص، والناس مسامحه بعضها وحاجه زي الفل. فتيجي يا عم برضه دي على فكره مع الوقت ابتدت تنحدر وتروح خلاص، يعني حته ان الناس تسمع كلام الناس، لا دلوقتي بقى المساوئ كتير والناس فتره كتير، الناس قدام الشباب فتر كتير، وبيتجهر بالموضوع وبيقف على النواصي بيشرب السجاير فالموضوع بقى، وما لما بتقوم خناقه ما بقاش حد يسمع كلام الكبير. كل دي حاجات في عاداتنا ابتدت تروح، ولكن مازال 70-80% من جو رمضان موجود وممتع جدا جدا جدا. عمرك ما هتشوف الجو ده بره مصر غير في حاجتين، انت يعني غير في احساس واحد بس، ان انت صايم طول اليوم ما بتاكلش ولا بتشرب، وبتيجي وقت الفطار تفطر. اما النقطة التانية، ان في بلدين هم كانوا طباعهم وتقاليدهم وعاداتهم نفس وشبيهة جدا بمصر، يعني هم كانوا العراق وسوريا. ربنا يا رب يعني يصلح حال الأمة الإسلامية كلها ويصلح حال الدول العربية. فعراق وسوريا كانوا من الناس اللي عندهم الشوارع وعندهم الزحمة وعندهم التداخل في الحياة مع بعضيهم والضيافة والكلام دوت. فالشوارع كان عندهم المحلات المشهورة، الراجل ده بيبيع كويس فزحمة، الراجل ده مش عارف ايه كذا. فدي كانت نقطة من النقط المهمة قوي، ان سوريا والعراق كانوا من الأشبه، أو يعني من اللي بيشبهوا مصر في صفاتها وطباعها، وخصوصا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ما تنسونيش في اللايك والشير. سلام.